قول لي عمل لك ايه؟ الواحد مش عارف يبدأ منين ولا منين الصراحة. اقول لك تعال نبدأ بالجمهور ونعمل مقارنة بسيطة كده. ده جمهور الزمالك وهو بيتعادل مع انبي وبيضيع فرصة الدوري واللعيبة بتحييه بعد التعادل ده، رغم ايه؟ رغم اننا خسرانين منهم في الدور الاول. وده جمهور الاهلي هو شايل 3 من بيراميدز، شتايم للعيبه بابشع الالفاظ، وطبعا منعا لاي حاجه مش هقدر اسمعك. بس انت اكيد سمعت يعني، فمش محتاج تسمع تاني. وقبل ما نكمل الفيديو، ده كومنت شخص محترم من التعليقات الفيديو اللي فات، وانا مش من عادتي ان انا ارد على حد، بس انا عندي تعليق بسيط. القناه يا صديقي محتواها هي الكوره، وانا ما قلتش ان محايد من اول ما نزلت اول فيديو عندي، من وانا ببدا ومعرف الناس كلها ان زملكاوي، وده ما يمنعش ان اقول رايي في الكوره عموما واي فرقه تانية، تمام؟ وده ببساطه لاني مش بقول كلام من الهوا. الناس كلها شايفه حاله الاهلي في الموسم ده، وانا بتكلم على الموسم ده مش بتكلم على التاريخ يا صديقي. المهم خلينا ابدا معاك كده بسؤال في الاول. هو لو الزمالك فعلا خد الدوري السنه دي هيكون انجاز واعجاز زي ما بيتقال ولا لا؟ عشان تبقى بطل ما تخافش من حد، عشان تبقى بطل ما تخافش من الاهلي ولا تخاف من بيراميدز، عشان تبقى بطل ما تحطش حجج وتركن عليها، عشان تبقى بطل ما تحطش سماعات وتتحجج بيها، عشان تبقى بطل دوس على وش التخين. ومعلش اعذرني يا صديقي عشان انا حاسس ان بعيد بقالي فتره عن الكوره. هو مش شريف حازم كان ساب الكوره وراح ايطاليا واشتغل موديل؟ هو رجع الكوره تاني امتى؟ روح لعبد اللطيف. رقم واحد راجل اهلاوي بفهم في الكوره، الزمالك مستحق يصعد الدوري. رقم اثنين لو بالنوايا وبالحب، نادي الزمالك بقاله 20 سنه خدوا 3 بطولات، فالمفروض يحبوا بعض. 17 سنه ما حبوش بعض. فهي الكوره لو ماشيه بالحب حبوا بعض شويه. انا في 20 سنه خدت كل حاجه. كل 10 سنين باخد بريك سنه وبرجع اخد كل حاجه. تمام. غيري بياخد بريك 10 سنين ما بياخدش اي حاجه. المهم انا كده النادي الاهلي بشوف النادي الاهلي ما وقعش السنه دي خالص. عادي جدا. كابتن الخطيب لو جينا حسبناها، انت بسالك انت سؤال، كفه كابتن الخطيب بالنسبه لي انا كابتن صالح سليم رئيس النادي التاريخي، انا بحب صالح سليم جدا، لكن كابتن خطيب عداه كانجازات. كابتن خطيب كفته وطب اكيد. كابتن خطيب ما فشلش. كابتن خطيب عمل في 7 8 9 10 سنين دول تمام صح. فاذا انا بالنسبه لي كراجل اهلاوي بقول للناس يا جماعه نهدى على الفرقه، ان شاء الله هننافس على الدوري وباذن الله هناخد. خلي بالك كل سنه ولها حالتها. قبل ما اجاوب على السؤال يا صديقي، انت اكيد اتفرجت على ماتش امبارح. انت متخيل ان معاك في الملعب زيزو، بن شرقي، تريزيجيه، شريف المخيف، امام عاشور، بن رمضان، طاهر اللي انقذك الماتش اللي فات، مروان عطيه، وعد بقى زي ما انت عايز، وبعد كل ده كابتن شريف طالع بيقول اصل الزمالك ما يستحقش الدوري وان الاهلي بيقع سنه وغيره بيقع 10 سنين. انا مش هتكلم على الزمالك دلوقتي وهاجل الكلام الحلقه الجايه بعد ماتش القمه، بس خليني احكي لك الاول حاجه يا كابتن شريف، ولا اقول لك بلاش احكي لك انا، تعال اسمعك الكلام من واحد بيفهم كوره. بس اللي بيقول كده دلوقتي برضو في منهم ناس بصراحه بتحاول تنقص من فرحه الجمهور. هو فرحه الجمهور مرتبطه بان الظروف اللي دخل فيها النادي ما تديكش اماره ان في نور في اخر النفق. يعني احنا بنتكلم في مبدئيا اللعيبه دي كويسه وحشه هي بتقبضش
صح فدي حاجه في نفس فانها تلعب وتشتغل عليها، دي حاجه صعبه جدا. صح. انت بتتكلم على ان اللعيبه دي كويسه صح، في منهم 2 مشيوا، منهم 1 راح النادي اللي جنبك اللي بينافس على الدوري، ناصر ماهر. صح. مين عاقل يقول ان اللعيب، وخد بالك من حاجه بقى، ده انت ماشي ناصر ماهر الفرده الوحيده اللي عندها شويه كرياتيفيتي على شويه رشاقه. انت بقى معتمد على عبد الله السعيد، مفيش رشاقه طبعا، الراجل عنده 41 سنه، معتمد على لعيبه. محمد السيد لعيب صغير جدا، فصغير في الخبره وصغير في الامكانيات ده مشروع يعني، ده مشروع كده. لسه من اللعيبه اللي هي لما بترفع عينها بيتشنكل في الكوره، لانه لسه مش عارف يرفع عينه ويمشي في الكوره في نفس اللحظه، فاهم؟ فانت عددا الزمالك كويس، بس انت دخلت في كم من المشاكل ما تطلعلكش ابدا الناتج ده. فعشان كده بصراحه هم لا الجمهور فرحان لان انا رايي مثلا، اولا انا لو الزمالك كسب الدوري ده او الزمالك وصل للمركز الثاني في الدوري ده هو يستاهل فيلم وثائقي. فانت متخيل موسم بالنسبه للزمالك بيبدا بان اهم لعيب عنده بيروح الاهلي، وبعدين في النص اللعيبه ما بتاخدش فلوس، وبعدين في النص بتغير مدربين زي السلام عليكم، لا انت عارف مين جاي ولا مين ماشي ولا ليه. ده بيحصل. وبعدين بتبيع اهم لعيبه عندك للفرقه الثانيه اللي بتنافسك، فزيزو راح الاهلي وناصر ماهر راح بيراميدز، وبعدين تنافس. فلا القصه مش منطقيه، القصه حلوه، بس عشان هي قصه مش منطقيه وحلوه، النهايه السعيده بتاعتها هتبقى حلوه قوي. وهو على الاقل كابتن شريف يعرف ان الكره مختلفه عن الموديل في الشغل، مش هنطبل وخلاص يعني. الاهلي يا كابتن شريف اشترى لعيبه بملايين الدولارات علشان كاس العالم وخرج من المجموعات. الاهلي يا كابتن شريف اشترى لعيبه من النادي المنافس كيد في المنافس وعلشان يضعفه، وهيلعب كونفدراليه. واتفرج على حلقه الاهلي في الكونفدراليه يا كابتن شريف، انا كده عارف انك مش هتتفرج ولا حاجه، بس هتلاقيني قلت الكلام ده من فتره، وهتلاقيها فوق اهي، وفي اول كومنت كمان، وفي الوصف كمان، في كل حته. هي دي الخلاصه يا صديقي. عشان كده بنقول ان الزمالك عمل اعجاز السنه دي. الزمالك كسب بطوله الدوري 14 مره قبل كده، مش هتيجي الموسم ده يعني وهفضل اقول لك اعجاز وانجاز والكلام ده. وتصحيح لكابتن شريف، الزمالك اخر 20 سنه زي ما حضرتك بتقول لا ما خدش 3 بطولات، وهبقى اعدهم لك بس بعد كده. الفكره ببساطه محدش كان متوقع ان فرقه بالسكواد ده والمشاكل دي تقدر توصل لاي حاجه تماما. وده برضو مش كلامي يا صديقي، ده كلام شيكا نفسه، واحد من اساطير الزمالك واللي لسه طالع من الفرقه السنه اللي فاتت بس. وتعالى اتفرج كده معايا كابتن شريف على اللقطه دي. عايز اقول لك ان المدرب كابتن معتمد جمال والمساعد كابتن ابراهيم صلاح، وقلت اقولهم لك يعني عشان عارف ان انت لسه جاي من ايطاليا وكده. اتفرج على كابتن معتمد جمال وابراهيم صلاح بيعملوا ايه كده. انا اعرف مدرب جايب ملايين وشرط الجزائي ممكن يوصل ل 6 مليون يورو تقريبا، ما يعرفش نبرة صوت المساعد بتاعه ايه علشان ما سمعهاش قبل كده. اعرف مدرب مع احمد عيد باك يمين بره على الدكه، وبيلعب بزيزو باك يمين ومحمد هاني مدافع، بالرغم من انه باع واحد زي اشرف داري. ده انت يا راجل معاك هادي رياض بره على الدكه، ترجع زيزو باك ومحمد هاني مدافع؟ ده انا كزملكاوي هتنقط يا شيخ. ده مدرب مش مقتنع باي مهاجم، وبيلاعب طاهر مهاجم، ورفض يخلي كاموش يمشي وخسر فرقته فلوس. المهم يا صديقي النقاش مفتوح للجميع، ولكن اتمنى تبقى عارف ان ليه حق الرد. سلام، ومعادنا بعد القمه ان شاء الله.